ومات بيقرر يروح يزور جون في المستشفى، ولما بيقابله جون بيقول له استمتعت بأوضة الأماني ولا لسه، وبينصحه يسيب البيت في أسرع وقت. بعدها مات بيمشي من المستشفى وبيدخل بنزينة، ولما بيجي يحاسب بيلاقي الفلوس بقت رماد، وبيروح البيت بسرعة وبياخد فلوس كتيرة يرميها من الشباك، والفلوس كلها بتتحول لرماد برضه. فبياخد لوحة وبيخرج نصها من البيت، ونصها بيفضل سليم والنص التاني بيبقى رماد، وبيعرف ان اي حاجة اتمنوها لو خرجت بره البيت هتبقى عبارة عن تراب. فبيدخل الأوضة وبيفضل يكسر في الحيطان، فبيكتشف ان كلها عبارة عن اسلاك زي اللي شافها مع مندوب الكهرباء. ولما بينزل لكيت بيلاقيها عايزة تخرج تتمشى هي والطفل، ولما بيحاول يفهمها اللي حصل ما بتديلوش اهتمام وبتخرج. واول ما خرجت لقت الطفل بيصرخ جامد، ولما دخلوا بيه البيت لقوا الطفل جسمه كبر. ومات بدأ يفهمها ان اي حاجة بيتمنوها في الأوضة وبتخرج بره البيت بتتحول لرماد. بعدها كيت بتحب الطفل جدا وبتسميه تشان، وبتفهمه انه عنده مرض في المناعة بيمنعه من الخروج من البيت، بس الطفل كان